غريبه قوي الست دي، تتصرف عادي جدا رغم كل اللي حصل امبارح بالليل. محترف يا رؤوف، محترف على مستوى عالي قوي. ايه هربت؟ ما هربتش يا فندم. امال ايه اللي جابك هنا؟ هي اللي جابتني على هنا يا فندم. جت شركه السياحه ودخلتها. ده ايه اللي جابها هنا دي؟ الله، دول يعرفوا بعض. واضح جدا. تبقى اكيد اسرائيليه. مش بعيد. رؤوف، انزل خد العربيه بتاعتك وامشي وراها، جيب قرارها. مسلم، واحنا مستنيين ايه؟ مستنيين ميعاد الطيارة. طيارة؟ واحنا مسافرين؟ بطل أسئلة كتير وكل وانت ساكت. ما تحركش من هنا لحد ما ارجع لك. ابو سليم انت رايح على فين؟ Hi. Hi. Where is this bus going to? East Germany. ألمانيا الشرقية؟ يعني ايه ما ظهرتش من الصبح؟ هتكون راحت فين؟ الغايب حجته معايا يا استاذ فريد. غايب ايه وحجت معاه ايه؟ دي لا فطرة الصبح وادي ميعاد الغدا جه وما ظهرتش. انا مش عارف اعمل ايه، حقيقي انا مش عارف اعمل ايه. ازاي يا رؤوف؟ تهرب منك ازاي؟ يا فندم هي ما هربتش، الاتوبيس اللي ركبته طلع قبل ما الحقه. وما طلعتش وراه بالعربيه ليه؟ ما كانش ينفع، ممنوع. ايه هو اللي ممنوع؟ الاتوبيس كان رايح المانيا الشرقيه. المانيا ايه؟ الشرقيه؟ سيد عادل، عادي، خليك وراها واوعى تضيعها انت كمان. تمام يا فندم. قول لي يا رؤوف، ايه تفسيرك على حكايه المانيا الشرقيه دي؟ والله يا فندم هي جديده، بس نبيل ده طلع عقر. عشان كده لازم نخش شقته. شقه نبيل؟ تخيل انت بقى ممكن نلاقي فيها ايه. نبيل! كنت فين كل ده؟ امسك ايه ده؟ تذكرة سفر لجنيف وجواز سفرك اليوناني الجديد.
جورجيو بابادوبولوس. ده هيبقى اسمك الجديد، احفظه كويس واوعى تنساه. طب وباسبوري المصري؟ باسبورك المصري ده تنساه خالص. انساه ازاي؟ وانت فكرك البوليس الالماني وهير كروجر لما يكتشفوا انك هربت هيعملوا ايه؟ هيبلغوا عنك الموانئ والمطارات والسكك الحديد، وهيوزعوا صورك في كل حته. هيبلغوا عنك الانتربول، والانتربول هيدور على نبيل سالم مصطفى في كل حته في العالم، حتى في مصر. واول بلد مصر. لذلك نبيل سالم مصطفى لازم يختفي نهائيا لحد ما الحكايه تهدى. وانت من النهارده جورجيو بابادوبولوس، تمام؟ الطيارة بتاعتك هتقوم بعد ساعة ونص، يا دوب تلحق. وانت؟ هتلاقيني مستنيك هناك، لكن من هنا لحد ما توصل لو شفتني لا تعرفني ولا أعرفك، مفهوم؟ يلا. أنا شلومو يا إيزاك. ايوه يا شلوم، انت فين يا حبيبي؟ عرفت اللي حصل امبارح بالليل؟ عرفت. انا ليفي لسه مكلمني دلوقتي وشايط منك على الاخر. سيبك من ليفي، أنا هكلمه وأشرح له كل حاجة، المهم أنت ركز معايا ونفذ اللي هقول لك عليه بالحرف. خير يا شلوم؟ توماس حارس البيت اللي فيه شقة نبيل هيجيب لك مفتاح الشقة، تنظفها على الآخر، ما تسيبش فيها حاجة. مش عايز أي أثر إن نبيل كان فيها في يوم من الأيام، فاهمني؟ اوكي يا حبيبي. حاجة تانية، عايزك تسيب المكان اللي انت فيه، انقل كل الورق والمستندات والدفاتر، واقفل النايت كلاب. يفضل انك تغادر فورا، المصريين شغالين جامد قوي وجايز يوصلوا لك في اي لحظة. لا، دي ما اقدرش عليها يا شلوم. انا عشان اقفل النايت كلاب لازم تعليمات من العامة شخصية. اوكي يا إيزاك، المهم انت تكون جاهز وتتحرك اول ما يديلك الامر. مع السلامة. اوكي. ايه اللي انت عملته ده يا شلومو؟ انا مش قلت لك ما تتصرفش اي تصرف في الموضوع ده من غير ما ترجع لي الاول؟ ما كانش في وقت، المصريين قربوا مننا وكان لازم اتصرف. انت كده بتعرض العمليه كلها للفشل. انا كده بنقذ العملية يا ليفي وانت لازم تساعدني. اساعدك ازاي بقى؟ اسحب لويس جولدمان وادي امر الإيزاك يقفل مكتب هامبورغ ويبعد. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت مش من حقك تطلب مني قرارات زي دي. اسمعني كويس يا ليفي، المصريين ورانا خطوة بخطوة، نفذ اللي بقول لك عليه وانا هبقى بعدين اتصل بيك واشرح لك كل حاجة. شالوم.
ممكن اللي بيحصل ده. الندوه هتبتدي بعد اقل من نص ساعه وساميه لسه ما ظهرتش. دي حالة خطيرة، مسؤولية كبيرة عليك يا أستاذ فريد. عارف يا استاذ سمير، انا عارف. وللاسف لو ما ظهرتش كمان 10 دقايق انا مضطر ابلغ البوليس. مش موجودة في المعرض، سألت عليها كل الوفود العربية، محدش شافها للأسف النهاردة. دي كارثه، دي مصيبه. انا مش فاهم اقول ايه للمنظم المعرض. ايه الندوه اتلغت؟ يا ريتها تيجي على قد الندوه يا استاذ فريد. يعني كنت عايزاني اعمل ايه؟ انزل ادور عليها في الشوارع؟ اهي جت. انا لقيتها من شويه داخله الاوتيل، جبتها زي ما هي كده وجيت جري على هنا. معقوله اللي انت عملتيه ده يا ساميه؟ كنت فين طول النهار؟ انا مش فاهم، ده تصيب، دي فوضى. الحمد لله على السلامه. كنت فين؟ خضتينا عليكي. ده الاستاذ فريد كان هيبلغ البوليس. انا كنت هتجنن. ساميه احكي لي، انت حصل لك حاجه؟ وقعتي في مشكله؟ لا خالص. امال ايه؟ قولي لي ايه اللي حصل؟ تهتي ازاي؟ ركبت اتوبيس غلط وفجاه ما عرفتش انا فين. الف حمد لله على سلامتك. مش مهم اي حاجه حصلت، المهم ان انت وصلتي بالسلامه. يلا بينا يا جماعه، لان خلاص الندوه هتبتدي. يلا.